يا مساء الفل عليكم. انا ساره ودي حلقه جديده من بودكاست محدش قال لنا كده. كتير مننا قابل شخص يبان واثق في نفسه، شخص كده يبهرك بتصرفاته وتشوفه احسن حد في الدنيا، لكن مع الوقت والمعاشره تلاقي وراه عقد تخليك تكره نفسك واليوم اللي عرفته فيه. هنتكلم النهارده عن مرض الشخصيه النرجسيه والعياذ بالله، ونعرف ايه هو النرجسي ونتعامل معاه ازاي. حلقتنا النهاردة اسمها فك شفرة النرجسي. النرجسي ده عزيزي المستمع هو شخص شايف نفسه آخر حتة في الكيمو. الحقيقة هي مرض نفسي، حد بيكون مهووس في حب ذاته، هو حد شايف نفسه مفيش أحسن ولا أعظم منه، ومن التعريف ده بيطلع منه كل التصرفات النكسة اللي حروفها نفس حروف شخصيته بالظبط. النرجسي ده شخص تشوفه من بعيد تلاقيه حلو قوي، مليان تفاهم وحب وغنى، عشان طبعا الصورة اللي بيصدرها للناس، بس من جواه هتلاقي فوضى ونزاع وخصومة. هو شخص بيحب المشاكل جدا، بيحب نقل الكلام الكذب، بيحب التحريض قوي. لو هو زوج فبيبين لك قد ايه ان زوجته مهملة ومش مهتمة بأي حاجة، وهو غلبان يا عيني وراضي ومستحمل. ولو هو أم أو أب تلاقيهم بيوقعوا الإخوات في بعض وبيفرقوا في المعاملة وبيستغلوهم أسوأ استغلال، لا كمان بيغيروا منهم وفي الآخر يقولوا عليهم إنهم رامينهم ومش معبرينهم. فهو شخص فعلا أستاذ في تشويه صورة الناس. طب إيه اللي خلى الشخص ده يوصل لكده؟ ببساطة قوي الشخص ده اتهان جامد جدا وهو صغير، حياته كانت مليانة قرف وقهر، اتبهدل وشاف حاجات وحشة جدا من أهله على مدار سنين، وده كون شخصيته. عشان ما فيش حد في الأساس بيتولد نرجسي. بس أنا سامعاك وانت بتقولي طب ما ماضيه الزبالة ده يشفع له تصرفاته دي. طب أنا هوضحها لك توضيح بسيط وهقولك إني معاك في الرأي ده، بس لو ده شخص بيعمل كده مع كل الناس، لكن دي شخصية حرباية بتتلون مع اللي حواليها، عارف قوي هو بيعمل ايه. يعني بتلاقيه بيتعامل معاملة جاتوهات مع الناس البعيدة اللي علاقته بيهم سطحية، يجي بقى عند اللي ليه واللي مستحملين وغصب عنهم تلاقيه إهانة، أسلوب وحش، تدخل وحشرية، بصص قوي في حياتهم اللي هي أصلا من وجهة نظره دي مش بتاعتهم، دي بتاعته هو عايز يمشي كل حاجة على مزاجه هو بس. طب ايه هي بقى الخرافات اللي النرجسي بيصدرها لنا علشان احنا عايزين نبقى واعيين كده ونعرف نتعامل معاه صح؟ انا جاي اقول لك يا ستي، اول خرافة هي في اول علاقتك مع الشخصية دي هتلاقيه بيصدر لك كل حاجة حلوة، بيوريك قد ايه هو شخصية ملبن تتحط على الجرح يطيب. خلاص اتملكك وبقيت بتاعه، هو مش هيكمل على كده. هتلاقيه بيكرف لك وبيقرفك في كل حاجة بتعملها، وانت تقعد تلف حوالين نفسك مش عارف انت عملت ايه غلط، وتفضل تقدم في تنازلات علشان يرضى عنك وبرضه مش بيرضى. فانا عايزة اقولك ان هو عمره ما هيتغير، لا بالحب ولا بالصبر، ولا هتشوف منه اصلا وش حلو. بس في حالات معينة هو بيبقى كويس جدا لما بيبقى عايز منك حاجة او عايز يوصل للناس قد ايه هو شخص جميل معاك وانت اللي وحش. تاني خرافة بقى هي ان النرجسي واثق من نفسه قوي. لا ابدا، انا عايزة اقولك ان هو كائن جبان وخواف، والثقة دي مجرد قناع بيخبي وراها هشاشة اللي جواه، عشان هو شخص مفتقر لتقدير الذات الحقيقي، وعشان كده طول الوقت بيعتمد على شكله الخارجي بس، وبيبقى خايف جدا ان حقيقته تتكشف. والحقيقة دي لو اتكشفت فسهل عنده قوي ان هو يمشي ويروح يكون مجتمع جديد يرسم عليه تاني نفسه من الاول. وتالت خرافة معانا هي الناس اللي عاملة نفسها جامدة وبتقول ان المعاملة مع النرجسي سهلة قوي، وبمجرد ان انت تتجاهله فخلاص كده هو هيسيبك في حالك. اكيد لا، انا مش هنكر ان التجاهل هو افضل سلاح ليه وفعلا بيقهره، لكن ابدا ده مش سهل مع شخص بيموت
في انتهاك الحدود، وبيموت في السيطرة على اللي قدامه، وعنده قدرة مش طبيعية في إظهار الحب وقت التجاهل عشان بس ترجع للفخ تاني، ولو مرجعتش فهو هيمارس عليك عقابه الشرير. يعني مثلا لو الشخص النرجسي ده زوج، هتلاقيه بيخونك عادي جدا، ويرجع يقولك انت اللي وصلتينا لكده عشان انت مش مهتمة وبقيتي باردة. ولو هو أب أو أم، هيقولك في أي تصرف مش على هواهم ربنا غضبان عليكم، أنا مش راضي عنكم، عشان بس يحسسكم بالذنب والتقصير. وللأسف الموضوع ده مش بيقل أبدا مع التقدم في السن ولا بيعقله الكلام ده بيزيد وبيبقى أسوأ. رابع خرافة بقى هي ان النرجسي اوقات بيحس بالذنب او الندم، وممكن تلاقيه بيعيط قدامك ويعمل صعبانيات. تصدق بالله انا لو قالولي ان في هرم رابع طلع جنب اهرامات الجيزة انا هصدق ومصدقش الخرافة دي، لان اكتر صفة بتميز النرجسي هي الانانية. عايز كده يبقى الاستاذ محمد رمضان في نفسه نمبر 1 في كل حاجة، مع انه مش بيعمل اي حاجة لاي حد تخليه يبقى كده، علشان هو مش شايف اللي حواليه غير انهم مجرد ادوات لتلبية مشاعره، ومش بيحترم ابدا كياناتهم المستقلة. وخامس خرافة بقى بتقول ان النرجسي بيكره الناس اللي بيأذيها عشان كده بيأذيها. احنا اول حاجة خلينا متفقين ان هو اصلا ما بيعرفش يحب، وبالتالي هو مش هيعرف يكره. وتاني حاجة، هو مش بيأذي اللي بيكرهه، لا خالص، هو بيعمل كده عشان بس يحس بالفخر ويمد ذاته النرجسية، اللي اوقات كمان مش بيبقى متخيل ان تصرفاته دي هتوجعك او هتأثر فيك، عشان هو اصلا مش شايف شخصيتك، مش شايف حد قدامه غير نفسه بس. تصرفاته كلها مبنية على مصالح شخصية ليه هو بس، يعني ممكن يدوس على اي حد ويعمل اي حاجة عشان يوصل للي في دماغه، ما عندوش مبادئ ولا اخلاق ولا دين. وسادس واخر خرافة معانا بتقول ان النرجسي بيبقى مبسوط وراضي جدا عن اللي بيعمله، وتصرفاته دي بتوديه في حتة تانية خالص. بالعكس، هو بيعمل كل التصرفات القذرة دي عشان يحس بالرضا، وبرضه مش بيحس بيه. طب ليه؟ ببساطة كده علشان هو على طول عنده احساس بالفراغ والتعاسة والقلة، هو من جواه عارف ان هو قليل، فعايز يدي نفسه شعور ان هو كبير ومتعالي على كل اللي حواليه. النرجسي يا جماعة ده مش انسان عادي خالص بيحس زينا كده ابدا، ده شيطان حرفيا، مش ببالغ. هو مش بيسيب حد في حاله، ولا بيعرف يعيش طول ما هو شايف ان في حد عايش احسن منه، يا يبقى احسن منه ويتعالى عليه، يا اما يحبطه ويكسره ويقلل منه. حاسه اني طولت عليكم قوي، بس بجد الكلام عن الشخصيه دي مش بيخلص، ولو هقعد اتكلم من هنا لحد بكره فانا تمام وما عنديش اي مشكله، ومش هسكت عشان بس اوصل لكم اي نصيحه تحافظوا بيها على نفسكم وحدودكم، وتعرفوا ان صحتكم النفسيه من اولويات الحياه. وبالنسبه بقى لفك شفره النرجسي والخلاصه بتاعت حلقتنا النهارده، هتبقى من دكتور هدير، استشاري الصحه النفسيه وعضو رابطه الاخصائيين النفسيين، هي اللي هتدينا الزتونه يعني. فيلا اسمعوها ودمتم بخير. مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع الشخص النرجسي من غير ما يكسرنا او يؤثر علينا نفسيا. مهم جدا ان احنا في البداية نفهم هو مين الشخص النرجسي. الشخص النرجسي هو شخص بيحب نفسه بشكل مبالغ فيه جدا، ودايما عايز يكون محور اهتمام للآخرين. بالمناسبة هو كمان قليل التعاطف، يعني ما بيعرفش يتعاطف ومشاعره تكاد تكون منعدمة. بيحب جدا يسيطر على اللي حواليه، وبيحب قوي يقلل من غيره علشان دايما يحس ان هو الافضل. طيب احنا دلوقتي عرفنا مين النرجسي، محتاجين بقى نعرف ازاي نتعامل معاه بذكاء من غير ما يأذينا او يأثر علينا. الشخص النرجسي في البداية ما ينفعش ان احنا نحاول نغيره، لانه للأسف ما بيشوفش نفسه غلطان، فبالتالي دي طاقة ضايعة. اقناعه ان هو يحاول يتغير ده شيء غير منطقي. مهم جدا كمان ان احنا نعمل لنفسنا حدود واضحة للتعامل معاه، فما نسمحلوش ان هو يتدخل في اي حاجة. ومهم قوي ان احنا ما نسمحلوش بالتجاوزات، وبنقول لأ
بكل هدوء وقوة وثقة. أنا مش محتاج إنك تتدخل في حاجة مش بتاعتك. مش هنتكلم على نقط ضعفنا قدامه، لأنه دايما هيستخدمها ضدنا، ومع أول خناقة أو مشكلة هيبدأ يشارك كل اللي حوالينا مشاعرنا وأسرارنا. فمهم قوي إن احنا نتعامل معاه بحرص شديد. حاول إن انت ما تدخلش مع النرجسي في أي نقاش أو جدال، لأنه في النهاية هيكون جدال غير مجدي، لأن هو دايما شايف نفسه صح. باختصار بلاش تجادله، يعني قول رأيك وامشي، ما تستناش منه رد. حافظ على ثقتك بنفسك قدامه، وحاول انك دايما ما تقللش من نفسك، ومهم قوي انك ترجع لنفسك ولقيمتك الحقيقية قدامه. لازم ناخد بالنا كويس قوي ان العلاقة مع النرجسي بتكون مؤذية، فلو قدرنا ان احنا نخرج منها هنحاول نخرج منها بأمان. مهم قوي ان احنا ناخد بالنا ان القرب من الشخص النرجسي هو شيء موتر. طيب الخلاصة، اتعامل مع النرجسي بعقلي مش بقلبي. اتعامل مع النرجسي بحدود معينة مش بانفتاح. النرجسي محتاج ان هو يظهر ومحتاج اهتمام بيه، لكن مهم قوي ان احنا نحافظ على نفسنا في وجوده.